بلاستيك مان عنده قوة غريبة ومخيفة لدرجة مرعبة. الراجل ده من زمان قبل ما يتحول لشخصية باتمان أو حتى شخصية وندر وومن أو حتى قبل ما يتحول بسهولة لقنبلة نووية بحجم طيارة. القدرة بتاعته جت من حادثة حصلت ليه زمان لما كان لسه محترف يسمى إيلي أوبراين، وكان بيقوم بسرقة مصنع كيماويات تاني من المصانع المعتادة اللي بتظهر في الكوميكس، واسم المصنع ده كان كول كيميكال. لكن الشرطة وصلت في الوقت الغلط بالنسبة ليه، وأثناء هروبه اتصاب بطلقة وفي نفس الوقت اتعرض لحمض غامض داخل مجرى دمه، وبدأت عملية تحول جينية في جسمه بالكامل. بأعجوبة قدر يخرج من المصنع لكنه انهار فاقد الوعي، وبعد ما فاق اكتشف ان جسمه بقى مرن بشكل غير طبيعي وما عندوش اي سيطرة عليه، وفضل يتحول لاشكال غريبة ومرعبة لدرجة انه كان بيخوف اي حد يقابله. اللي في اللحظة دي يأس، قرر يروح لكوبري علشان خاطر ينهي الكابوس، لكنه تراجع في اخر لحظة. مش ان ده كان هيشتغل اصلا، وبدل كده قرر يستخدم قدراته اللي بتخليه واحد من اخطر الشخصيات على الاطلاق لمحاربة الجريمة. وعلى الرغم هنا انه راضي تماما بدوره كالكوميدي بتاع الجاستس ليج، الا ان بلاستيك مان عنده سيطرة تامة على كل ذرة في جسمه، او بمعنى ادق عنده فسيولوجيا قابلة للتشكيل بالكامل، لان جسمه بقى في حالة شبه سائلة بشكل دائم. عادة حجمه بيظل ثابت، لكنه عنده قدرة يقدر يعيد ترتيب الجزئية بتاعته علشان خاطر يشكل نفسه لاي حاجة تخطر على باله. وعلشان خاطر يخفي عينيه، بلاستيك مان قرر يلبس نظارة سوداء، او بمعنى اصح صنعها بنفسه من جسمه، ونفس الكلام مع بدلته الحمراء والصفراء اللي بتفضل موجودة معاه بغض النظر عن الشكل اللي بيتحول ليه. وده معناه ان ممكن يكون نجفة حمراء وصفراء متعلقة فوق ترابيزة مليانة مجرمين بيخططوا لعملية سرقة، حتى كمان لوحة فنية بنفس الالوان متعلقة على الحيطة. لكن دايما المجرمين بيكتشفوا الحقيقة بعد فوات الأوان. الموضوع ده مش بيقف لحد هنا، لأن بلاستيك مان عنده قدرة مهمة جدا مرتبطة بقوته، وهي التحكم في الكثافة. فيقدر بلاستيك مان يزود او يقلل عدد الجزيئات في جسمه، او بمعنى تاني يقدر يغير كتلته بارادته، وده بيخليه قادر يبقى كثيف زي اضخم معدن معروف في العالم. وفي نفس اللحظه يقدر يخلي جسمه خفيف ومرن، اللي هو يقدر يوصله له ببضعه ملي جرامات. بلاستيك مان كمان يقدر يعزز عضلاته لاي مستوى يحبه، لدرجه انه يقدر يبقى ضخم زي هالك. كمان يقدر يمدد جسمه لاطوال واحجام خارقه من غير اي حد اقصى معروف، لانه ببساطه بيضيف كتله كل ما يحتاج يطول اكتر واكتر. وبسبب الميزه دي يقدر كمان يتحكم في حجمه، فممكن يكون طوله بوسه واحده فقط ويعمل نفسه جيب من جيوب حزام الادوات بتاع باتمان، او يكبر لدرجه انه يبقى ضخم بحجم ناطحه سحاب. واللي يزود غرابه قدراته اكتر هو انه عشان خاطر يقدر يزود كتلته في لحظه، لازم يكون عنده القدره على امتصاص اي حاجه حواليه زي الكربون في الجو او المياه المحيطه بيه، ويحولها لمزيد من خلاياه، وهي حاجة مش بيقدر يعملها لما يكون عنده نقص في الكتلة. لكن يمكن أغرب حاجة في قدراته هي إن بلاستيك مان بيعيش في حالة أشبه بكتلة من الخلايا المستقلة اللي بتشتغل بتناغم كامل مع بعض. وده معناه إنه عنده قدرة على التخاطر الذاتي بين خلاياه، لأن كل خلية من الخلايا بتاعته بيبدو إنها حقيقية وعندها نواة خاصة بيها، وده احتمال يخلي جسمه يحتاج طاقة أو غذاء أكتر علشان خاطر يفضل شغال. لكن وعيه مش موجود في دماغه فقط، بل في كل خلية في جسمه، وده معناه إن لو خلية واحدة فضلت بس عايشة، فهو ممكن يرجع نفسه للحياة من تاني ويعيد بناء جسمه بالكامل. وده بيخليه يقدر يفتح ثقب في جسمه ويتحول لأي حاجة يتخيلها، حتى أشياء معقدة فيها تروس وأجزاء متحركة. على سبيل المثال مثلا صندوق بيتزا أو سجادة، مدفع حقيقي شغال، تنين، أو كمان خندق مليان مياه، وغيره كمان من الحاجات اللي انت ممكن تتخيلها. حتى البوت الصاروخي بتاعه شغال تماما، وفعليا يقدر يولد 44 ألف نيوتن اللي محتاجهم أي إنسان علشان خاطر يطلع الفضاء، او ببساطه يقدر يطير بسرعه 1230 ميل في الساعه وقت ما يحب. كمان بلاستيك مان يقدر يتحول لكره مطاطيه عملاقه، او مرايه بتعكس كل اللي في الاوضه، او حتى عربيه شغاله بالكامل زي مثلا البات موبيل بتاعت باتمان. وايوه، مش بس بتتحرك بسرعه 200 ميل في الساعه، لا دي كمان تقدر تطلق خطاف مصنوع منه علشان خاطر يمسك الاشرار. فمش غريب خالص ان بلاستيك مان حصين تماما ضد الرصاص واي نوع من الصدمات العنيفه. عقله وجسمه ممكن يكونوا عضويين، بس بما ان وعيه بقى موجود جوه كل خلية من خلاياه، وده غالبا بقى ليها تركيب خلوي جديد مخصوص علشان خاطر تحتوي على وعيه. باتمان قال ان عقله ما بقاش عضوي زي اي شخص تاني، وده معناه انه محصن ضد اي نوع من التخاطر الذهني. واكتر من كده، خلايا مش بتكبر في السن، او بمعنى اصح بتقدر تنسخ نفسها بشكل مثالي، وده معناه انه ممكن يكون خالد حرفيا. وانه بقى كان الطفل الغريب اللي عنده مشاكل في الكلام، لكنه اكتشف انه لو فهم ازاي الحاجات بتشتغل هيقدر يحل اي مشكله.
بلاستيك مان عنده طرق عجيبة جدا لحل مشاكله ومشاكل العالم، إلا لو حد عرف يضربه في نقطة ضعفه الوحيدة، الحرارة الشديدة أو بعض المواد الكيميائية، ولكن تحديدا البارد الكاريس هو اللي بيخليه غير قادر على استخدام قوة تماما. بس هنا طبعا بنتكلم عن درجات حرارة زي مثلا 120 تحت الصفر أو يمكن كمان أقل، والتغيرات دي لازم تكون عنيفة جدا ومفاجئة جدا علشان خاطر تأثر عليه أصلا، وده غالبا بيخليه يبطأ بدل ما يبقى عاجز تماما. وعلشان كده سوبرمان واحد من الناس القليلين اللي يقدروا يوقفوه، خصوصا مع نفس الجليد بتاعه اللي بيوصل ل 195 درجة مئوية تحت الصفر، وكمان أشعة الليزر بتاعته اللي بتوصل ل 28 مليون درجة مئوية. قدرات بلاستيك مان غير طبيعية تماما، زي ما شفنا كده في القصة بتاعت انجاستس لما اكتشف ان سوبرمان سجن ابنه في السجن الخارق المعروف ذا ترينش. قرر بلاستيك مان انه يدخل قاعة الجاستس ليج، بس هنا كان هدفه الوحيد انه يقول لسوبرمان يخرج ابنه، ولما رفض فلاش اخده بره علشان خاطر يبعده عن المكان، لكن بلاستيك مان ضرب فلاش بضربة واحدة وغاب عن الوعي، وبعدها قلد صوته واسلوبه بشكل كامل، واستخدم ده علشان خاطر يعرف مكان السجن، وسرق كمان مجموعة من خواتم الفوانيس الخضراء. بعدها اتحول لكرة وغاص لحد قاع ذا ترينش، يقع في أعمق نقطة في خندق ماريانا اللي عمقه 7 أميال تقريبا، ومع ذلك بلاستيك مان تحمل الضغط المهول اللي بيوصل ل 1086 بار، يعني تقريبا 8 أطنان لكل بوصة مربعة، زي ما يكون ال 100 فيل بالغ واقفين عليك من كل الاتجاهات في نفس اللحظة. ده غير انه كان بيتجمد في درجة حرارة 1 إلى 4 درجات مئوية، ولكن هنا رغم كل ده قدر يوصل للسجن، وبعدها دخل من خلال ختم مائي محكم الإغلاق، وده معناه انه كان لازم يضغط جسمه لدرجة انه يبقى أصغر من جزيئات المية اللي حواليه، يعني حرفيا أصغر من 275 نانومتر. بعدها حول ايده المفتاح وفتح الزنزانه اللي فيها ابنه، وورا سايبورغ حركه مش لطيفه بايده. بعدها فجر السجن بالكامل وصنع حاله فوضى ضخمه جوه السجن علشان خاطر يحرر كل المساجين باستخدام حزام الميرور ماستر، بس ده كان قبل ما يفجر السقف الزجاجي للسجن وخرج منه زي الطلقه. بلاستيك مان كمان لف نفسه حوالين بات جيرل وهي بتنط من الطياره، وقتها تحمل السرعات فوق الصوتيه اللي بتوصل ل 768 ميل في الساعه بسهوله، ولو كان كمان حول نفسه لطياره او حتى شخصيه ايرون مان كان يقدر يوصل لنفس السرعه دي لوحده بدون اي مشكله. كمان صغر جسمه جدا علشان خاطر يقدر يطلع آلة ميكروسكوبيه من دماغ وندر وومن، ده غير انه حول نفسه اباجوره وكمان تمثال علشان خاطر يتجسس عليها. ما تذكر ان وندر وومن اكتشفت الحوار ده قبل كده وهددته المره الجايه فعلا هتخلص عليه لو عمل كده تاني. بلاستيك مان فعلا عنده قوه غير طبيعيه لدرجه ان ممكن حد يضربه برصاصه في دماغه مش يحصل له اي حاجه، ده غير انه يقدر بسهوله يقضي على الاشرار في ثواني، سواء بسحب قلوبهم من بقهم او بتدميرهم من جوه بالكامل. هو كمان مقاوم لبعض انواع السحر، زي لما الساحره سيرسي حاولت تحوله لحيوانات مختلفه لكنه كان بيرجع لطبيعته فورا، بل وصل الموضوع ان احد البلاك لانترنز خلع قلبه بالكامل وما حصلوش اي حاجه اصلا. ولكن يمكن يكون اعظم انجاز ليه كان لما نجا من انفجار قنبله نوويه حراريه، ولو كان في مركز الانفجار ده معناه انه استحمل درجات حراره بتعدي 100 مليون درجه مئويه، وكود تفجير 1000 مره اقوى من القنابل اللي اتفجرت في اليابان اللي كانت بتبخر اي حاجه في نطاقها. ولكن من وجهة نظري يمكن اعظم انجاز فعلا حققه بلاستيك مان كان لما رجع بالزمن 3000 سنه مع جاستس ليج لعاده اطلانتس القديمه. هناك بقى بلاستيك مان اتجمد بالكامل، اتكسر كمان لالاف القطع اللي وقتها اتفرطت في المحيط، فضل على الحال ده لمده 3000 سنه كامله لحد ما اخيرا جاستس ليج رجعوا بالزمن وجمعوا كفايه من اجزائه علشان خاطر يرجعوه تاني لحالته الطبيعيه. وبعد التجربه دي بلاستيك مان قرر يسيب حياه البطل نهائيا وتفرغ لدور الاب لابنه، لكن ده ما استمرش كتير لان مارشن مان هانتر بعد ما اتحرر من خوفه من النار اتحول لوحش محدش قدر يوقفه وهزم كمان كل اعضاء جاستس ليج. وفي اللحظه الحاسمه باتمان اقنع بلاستيك مان يرجع تاني للمعركه علشان خاطر ينقذ الجميع. ولو كل ده ما كانش كفايه علشان خاطر يبهرك فانا سايب لك احسن معلومه للنهايه. بلاستيك مان رغم كل اللي حصل ليه اثبت انه خالد وما بيموتش، والوحيد اللي يقدر يوقفه فعلا هو باتمان، اللي طبعا عنده خطه احتياطيه بتقول ان سوبرمان لازم يجمد بلاستيك مان فتره كفايه، وده علشان خاطر يقدروا يحدفوه في الفانتوم زوم وبعدها يدعو ربنا ان هو ما يرجعش مره تانيه.